إذا هذا الانقلاب استمر فلا قيمة لكل هذه الأمور، وإذا الانقلاب انقلب فلا قيمة لها أيضا. يعني في كلا الحالتين لا قيمة للمحكمة ولا للدفاع ولا لأي. فإذا استمر السيسي في مكان القعر بتاعه لسه ما جاش، هيجيب لكم من تحت الزبالة ولا قيمة لكن كل العيال دول كل محمد اسمهم دول القضاة دول معلش الجماعة دول مش سامعين. وإذا راح في داهية وغالبا هيروح في داهية يبقى مالهاش قيمة برضه. هنخلص كل الناس المحبوسين والغلابة واللي يموتوا في الشارع دول كل يوم واللي بيموتوا الشرطة اللي بتقول كلهم هنوقف الموت ده كفاية يموت كفاية. نبيل مش عارف مين والتاني اسمه ايه اللي مات قريب اسمه ايه اللي هو كفاية نبيل مش عارف هتحط لملم الجراح دي كلها ازاي مش عارف في البلد كلها. الله اعلم بكره يحصل ايه. وبالتالي شوفوا انتوا كمحامين، انا رايي ان احنا ولا محامين ولا نوجع دماغنا، احنا بس كان مهم جدا ان احنا نوضح زي ما الدكتور سليم النهارده، ولو انه عند الماده 86 ما كملش نسي الله اعلم، لانه كان المفروض يقول انا حاسس بالحرج بتكسف اتكلم في الماده 86 اللي هي ايه بقى اللي قام بالانقلاب يعني يؤخذ عليه كده. لكن على اي حال خلاص هو ده اللي حصل. هو وضح. انا كنت عايز اضيف لان طلبت اتكلم فانتوا ما قلتوليش ليه القاضي انا عايز اضيف لان ابراهيم صالح كذاب. مطلوب الجلسه القادمه لازم تقولوا انتوا كده ابراهيم صالح كذاب. كويس. انتوا عارفين كذاب ازاي؟ جاني لما جه عشان التحقيق قلت له يا ابني انا فرحان انك انت رئيس الجمهوريه بتصلي الفجر كلمتين. قلت له يا ابني انت ليس لك حق تقابلني، ده اجراء مش موجه لشخص بعيني. قال لي طيب انا فاهم كده كويس. هو كان جاي يحقق مع الطرطاوي مع اسعد. قال لي انا بس هقرا لحضرتك من باب ان انا احيطك علما باللي موجود. وقال لي الحقيقه شهاده لله انا كل اللي سالتهم في رئاسه الجمهوريه قائد الحرس ورئيس بتاع امن الرئاسه كلهم شهدوا بانك انت نبهت عليهم واحد ممنوع اراق الدم اي واحد. فالحقيقه دي شهاده انا كده كلام ده كده. وفي الاخر بعد ما قعد يقول لي مش عارف ايه ومين بيقول ايه وافاده مش عارف مين شويه كلام يجي ساعه كده انا في رمضان خلاص. قال لي بقى انا في الاخر ما عنديش لحضرتك لا سؤال ولا اتهام. وحيد صبري راجل عجوز متسنطر خلاص على في دماغه حاجه. هو السيسي عايز 10 سنين يستقر فيهم الامر هيعيش العمر كله.